السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنسمع دلوقتي الخناقة النارية بين الكابتن ربيع ياسين وبين أسامة حسن في برنامج مجدي عبد الغني. كابتن ربيع ياسين روق على أسامة حسن بسبب تطاوله عليه. نرجع تاني نسمع ونرجع تاني لحضراتكم. كابتن ربيع يا حاج مجدي، نجم مصر، ازيك يا عم مجدي يا كابتن حبيبي يا ربيع، طمنا عليك، النتائج عامله ايه؟ مصر؟ كله كويس اهو، كويس يعني ان شاء الله كويس. اخر مباراه كابتن ربيع ايه؟ اخر مباراه كانت النهارده وكسبنا 2-0. حبيبي الف مبروك، الف مبروك جديد يعني، فالله يخليك يا حبيبي، الله يكرمك. مبروك. اتفضل، انت عايز تقول حاجه؟ طبعا انا قاعد قدام التلفزيون بقدر الله يعني، لان بنام بدري عشان الصلاه وكده. انا عارف واللخبطه كتيره جدا في مصر، الوسط الرياضي بقى حاجه تانية خالص، اي حاجه في اي حاجه. حتى برضو ايه يعني، مثلا انا شايف ان يعني اسامه دلوقتي بيتكلم بيقول دول ولاد ميكالي. هو ميكالي يا اسامه اللي طلع احمد عيد ومحمود صابر وكوكا وابراهيم عادل وشحاته واسامه فيصل، وكان بره حسام عبد المجيد. ربيع ياسين اللي طلعهم، هو سلمهم لميكالي وبيلعبوا في الفريق الاول. يعني ميكالي يا اسامه خدهم هم في الفريق الاول، اللي حماهم ودفرهم ونظمهم وفنياته هو ربيع ياسين. هو ده الصح. بيقول لك اللي هو اللي عمل اللعيبه دي، اللي صنفرهم واللي ميكالي خدهم من الفريق الاول، واللي وضبهم في السن الصغير واكتشفهم الكابتن ربيع ياسين. هو بيقول لك لما لعبوا فريق اول ميكالي خدهم. طبعا استلموا فريق اول، ودي حقيقه. وبعدين في نقطه، معلش يعني، انت جايب واحد عبقري. العبقري يا كابتن مجدي، اديني بقى فرصه بس دقيقه. مجدي يا مجدي. ايوه يا كابتن. عاوز اسال، يا ريت تسمعوني بس دقيقه بس. انا عاوز اوضح حاجه. اسامه طبعا كل ده، اسامه ده اخويا واينو ده اخواتي وحبايبي، وانا عارف لا اخواتك الصغيرين دول. لا يا كابتن، حضرتك كابتننا، حضرتك كابتننا يا كابتن. انما انا بتكلم على النغمه يعني. برضو يعني ميكالي انت جايب واحد عبقري في الكوره المصريه. طب ما العبقري ده يكسب الفرقه الجامده. العبقري مش هيعمل لك اضافه يا اسامه. العبقري يكسب الفرقه الجامده. ليه ما كسبتش المغرب مثلا؟ انا هكسب الجزائر وهكسب فرقه تعبانه اوصل وصيته. هو كسب اسبانيا وخسر اول ماتش يا كابتن. استنى بس يا مجدي، كل تاريخه كسب اسبانيا. طب انا كسبت انجلترا 2-0. مفيش حد في مصر كسب انجلترا 2-0. هو كان في حاجه استحاله تكسبها 1-0 بس ومشيت يا اسامه. ليه ماليش على عبقري؟ ليه ما خدتش بالدولار؟ اسال مجدي انا كنت باخد كام وميكالي بياخد كام، وقدمت لك كل منتخب قدمت لك نجوم بيلعبوا لحد دلوقتي. فانا بس حبيت اوضح دي ليه؟ عشان حرام كتير. انا بعيد عن الاعلام وبعيد برضه. كل واحد عاوز يشتغل مع واحد، طبعا مش بتكلمش على اسامه ولا اينو، واحد تاني خالص عاوز يشتغل مع ميكالي. لك اصل ميكالي ده عبقري. ايه عبقريته يا اسامه؟ قولوا لي عبقريته يا جماعه. ان انا اتغلب واخرج واكسب الفرق الكبيره، اقدم الكوره المصريه. ايه الوجوه الجديده اللي قدمها بعد ربيع ياسين؟ قولوا لي وجوه جديده. ما انا دول ولادي دول، ده انا كنت بروح احارب لهم واروح للفريق الاول ومدرب الفريق الاول اقول له انت عندك ابراهيم عادل، انت عندك كابتن حلمي الطولان، عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا. فاللي اقصده هو ربيع ياسين اللي ربنا سبحانه وتعالى ثم ربيع، مش ميكالي. ميكالي خد ابراهيم عادل فريق اول، حسام عبد المجيد فريق اول، اسامه فيصل فريق اول، خد بالك ابراهيم عادل فريق اول، كوكا فريق اول في النادي الاهلي، شحاته فريق اول في الجيش كان، واخد بالك احمد عيد كان فريق اول في الزمالك ولعب مع المدرب الفرنسي. استلمهم يا اسامه هو فريق اول. هو ده. انما بقى الشطاره في المدرب انه يطلع اللعيبه، انه يبقى عينه على اللعيبه وينظمهم، واخد بالك، ويشتغل معاهم في اساسيات عشان يبقوا نجوم مصر. هو ده اللي عمله ربيع. كابتن والله كابتن اينو مع حضرتك يا كابتن. انا اينو والله يا كابتن انا بحيي حضرتك. يمكن اسامه ممكن ما كانش عارف المعلومه دي، لكن حضرتك حضرتك نورتنا بالمعلومه دي. واحنا فعلا لازم يعني نقول ده مجهود حضرتك بصراحه. بص يا كابتن ربيع، خليني اقول لك كابتن حاجه بعد اذنك. كابتن اتفضل. ربيع. ايوه سامعك كابتن ربيع. معاك يا حبيبي. معاك. كل واحد بيضيف في المرحله بتاعته اسلوبه وتدريبه والتعامل. انت حضرتك كابتن طبعا مدرب كبير طبعا، وانا حضرت وشفت بعيني في المنتخبات. وحتى يعني انا في حاله ذهول ان حضرتك بعيد عن النادي الاهلي ازاي في كل القطاعات في النادي الاهلي. يعني ازاي النادي الاهلي ازاي سايبك؟ انا ما اعرفش. لا يا اسامه ماشي دي جزئيه يا كابتن ربيع. انا بس هتكلم في حاجه، دي جزئيه يا كابتن ربيع بعد اذنك. كمل يا اسامه. اختياراتك كابتن والشغل اللي اشتغلته معاه هو برضو كمل مشوارك.
هو ما هدش. ما هو بيقول لك كمل مشوار ازاي وخسر 6 وما قدرش ما الخساره يا كابتن، الخساره وارده يا كابتن في الفتره دي. ايوه مش 6. انا هقول لك يا كابتن اللي حصل. الخساره وارده 6. انا هقول لك اللي حصل. ما كمل، ما قول مرحله كامل بعد ربيع ياسين يبقى كلامك مظبوط. ما انا ما عنديش المعلومه يا كابتن. ما يعرفش دي يا كابتن ربيع. لا انت عارف يا كابتن، عندي معلومه بس كويس ان انت وضحتها. هو كان عايز يقول عشان شاف ان اسامه بيتكلم على ميكالي بس، فكان عايز يقول اللي انت كابتن ربيع هو اللي تعب مع الناس دي. بعد انت كمان لو سمحت، عبقريه المدرب اللي بيتكلم عليه الناس لازم تحسها الناس. عبقريه المدرب في نتائجه مع الفرق الكبيره، الفرق الكبيره هي عبقريته. اضافاته في طريقه، اضافاته في ايه اللي استحدثه المدرب العبقري اللي بياخد بالدولار. ايه اللي بيستحدثه يا جماعه؟ هو ده عبقريه يعني هو كابتن ربيع يعني مشكله اجملها كلها في جملتين. الراجل ده بياخد بالدولار وانا باخد بالمصري. الراجل دوت انا اللي طلعت اللعيبه دي، انا اللي صنفرتهم، والراجل ده خدهم على الجاهز. فانتوا بتعبقروه وناسين اللي طلع الكلام اللي صنفرهم. له حق ليه؟ حاسس بالغبن، حاسس بان مش واخد حقه، اللي ما حدش بيذكره، حاسس ان هو عمل كتير وادك. يعني ربيع ما طلعش دول بس، ربيع مطلع كهربا ومطلع صالح جمعه مطلع لعيبه كتير راحوا كاس العالم. وبعدين يا مجدي، بعدين اتفضل يا كابتن. وبعدين ما يعني دي حق النادي الاهلي ده. هو مش شرط، ما انا ممكن انا ابن الاهلي وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر في كاس العالم وما اشتغلش في ده، مش مشكله يا اسامه، عادي. لا يا كابتن ازاي؟ لكن استنى بس لا سيبه يكمل. اتفضل يا كابتن. ممكن يكون الظروف يا اسامه، انما انا بحب ناديه. بس مفيش ظروف يا ربيع من ساعه ما بطلت لحد دلوقتي. ماشي كمل. استنى بس. وفي ظهر كمل مستنيين اهو، وفي ظهر الجمهور وبروح احضر خلاص. النصيب والتوفيق عادي، ما دول عادي، لكن ما حدش يقصد. لا هي مش عادي، بس ماشي. ما حدش يقصد. وفي نفس الوقت يا سيدي، ما انا دلوقتي شغال تبع النادي الاهلي، جاء الوقت وجاء النصيب ومنظومه كامله بتعمل حاجه كتيره انا مسؤول عنها في يوم من الايام. مفيش مشكله خالص يا اسامه. انا بستسلم القدر والايام والنصيب. يلا ربنا يوفقك يا بيع. دي حقيقه. فانا بس يعني حبيت اوضح يا اسامه. لا يا كابتن، كويس انك وضحت. بقول لك يا ربيع، انت نجم كبير، حقك على راسي والله. ما تسكتش بعد كده. اي حاجه محتاجه توضيح تعالى وضحها. فاكرين يا كابتن؟ عشان يعني البني ادم بيجي له احتقان لما يلاقي حقه مهدور. الحمد لله. وده ربيع كمان نجم كبير. طبعا نجم كبير. طبعا. ده اسطوره من اساطير كره القدم المصريه. ده يعتبر اللي انت شايفه ده يعتبر بنى النادي الاهلي. بناه بس يا عم. غير انه بنى منتخب مصر كمان. يا عم سيبك من الاهلي، الاهلي على مستوى الانديه، انما تتكلم على منتخب مصر. لا بس بصراحه طالما الراجل تعب وهو اللي زي ما قال كده بلغه الكره صنفر، وهو خدم وراح وكاس عالم وكاس افريقيا لا غيره هو وميداليه ذهبيه في اول افريكان جيمز. ربيع واخد كل البطولات. لا بس واجب يا كابتن فعلا، احنا ما كناش عارفين. ما انا عارف اللي هو اللي عمل كل اللعيبه دي وصنفرهم وهو اللي جري وراهم وهو اللي طب هو ليه لازم نقول حقه ليه بعيد عن منتخب النادي الاهلي؟ ايه السؤال برضو يعني عشان ازاي؟ عشان ملوش لا يا كابتن ما بيطبلش وملوش ضغط. لازم يستفاد بخبرته. ما انا بقول لك ما بيطبلش وملوش خلي بالك اكتريه الانديه. زي ما سمعتم هي دي كانت المداخلة بتاعت الكابتن ربيع ياسين مع مجدي عبد الغني. وطبعا هجومه على أسامة حسن مظبطه تظبيط حلو، لأن أسامة حسن كان بيقلل من الكابتن ربيع وبيدي الفضل كله لميكيلي مدرب منتخب مصر للشباب، اللي المنتخب طبعا اتغلب 6 من المغرب. فطبعا كابتن ربيع طلع وقال ان هو اللي عمل المنتخب دوت، يعني مش كل حاجة تقول المدرب الأجنبي. فطبعا أسامة حسن حب يخبط في كابتن ربيع، عشان هو طبعا أسامة حسن بيكره أي حد من النادي الأهلي، بيشم ريحة بس حد من الأهلي بيحاول يقلل منه. لكن الكابتن ربيع النهاردة اداله على دماغه زي ما حضراتكم سمعتوا مع مجدي عبد الغني، وروق عليه وعرفه إن هو اللي مطلع كل اللعيبة اللي كانت بتلعب مع المنتخب. وقال له المدرب يعني ميكيلي إنه مدرب فاشل، إنه اتغلب 6 مع لعيبة من المغرب، ولكن هو ما عملش حاجة، والفضل كله قال له يرجع لي أنا بعد ربنا. فهي دي كانت الخناقة اللي بين أسامة حسن وبين كابتن ربيع ياسين. اللي حضراتكم تقولوا لنا تعليقكم في الكومنتات على كلام كابتن ربيع. متنسوش تشتركوا في القناة عشان يصلكم كل جديد، والسلام عليكم.